كنا وقفنا في الجزء اللي فات ان الحرب ابتدت وكانت حرب جامدة بين عصابة الثور الاسود وتحالف العدالة، وكان الاقوى فيها هو عصابة الثور الاسود وحلفائها، وبنشوفها بتنجح في اقتحام مقاطعة انهوي، وكانت بس هي مسألة وقت وهتقتحم نانجينغ كمان، ووقتها هتكون خلاص وصلت لمنزل الشفرة الحديدية وهتدمره، وده معناه القضاء على عيلة مون وطائفة تحالف العدالة تماما. علشان كده شفنا ازاي ان كان كل هم مون هو حماية منزل الشفرة الحديدية، وعلشان كده لما لقى العدو بيتقدم عليهم وعمال يستولى على مقاطعات التحالف واحدة ورا التانية لحد ما كان فاضل له بس مقاطعة نانجينغ اللي فيها منزل الشفرة الحديدية، بيقرر انه لازم يوصل لهناك الاول قبل ما يوصل لها العدو ويدمرها، ووقتها ممكن يقدر يدافع عنها ويحميها من هجمات العصابة وحلفائها. بس يا ترى هينجح مون في ده وينفذ مهمته دي على اكمل وجه وينقذ التحالف كله من الانهيار، وخصوصا انها اخر فرصة واخر امل قدام مون؟ ده اللي هنعرفه النهارده، فياريت بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا بينا نكمل. فبنشوف في وسط الحرب دي بيجي تشولمون وبيقول له: يا ابن عمي التاني، اتوافق على طلب رجوعنا للبيت، وعلشان كده لازم نتفرق دلوقتي علشان محدش ياخد باله من اللي هنعمله. ووقتها بيرد مون عليه وبيقول له: ماشي، فهمت قصدك، اهم حاجه خلي بالك وكن حذر، وابعت سلام لابويا والامي والاخت سيهيون. فبيرد ابن عمه تشو وبيقول له: حاضر اكيد. وفجاه وهما بيتكلموا مع بعض كده وسط المعمعه بيجي واحد من المحاربين وهو يتشو ناحيتهم وهو بيجري جامد وعمال يزعق بعلو صوته وبيقول: في حاله طوارئ، وبيرددها كذا مرة لحد ما الجنود بينتبهوا لكلامه. ووقتها القائد بيسأله بيقول له: ايه اللي بيحصل؟ فبيرد عليه يوتشيو وهو زعلان ووشه مليان دم وبيقول له ان محاربين الشيطان العشرة اللي من عصابة الثور الاسود اتقدموا في الحرب لدرجة انهم اخترقوا الخط الثالث من الدرع، وشكلنا مش هنقدر ندافع عن نانجينغ بعد كده. ومون بيسمع كلام القائد وهو متفاجئ وبيقول لنفسه: معقولة المحاربين الشياطين العشرة دول عندهم قوة جبارة لدرجة انهم بيقولوا عنهم ان العشرة بس منهم يقدروا يواجهوا اسياد المورم المطلقين حتى ويهزموهم كمان. ووقتها بيرد القائد على يوتشو وهو قلقان قوي وبيقول له: إذا تم إرسال المحاربين العشرة فعلا لهنا فإحنا لازم نعمل حاجة وناخد موقف وبسرعة. وفضلوا كلهم في توتر وبيقاتلوا بشراسة، وبعد شوية من المعركة بنشوف إنه بينضم بيت هوانغيو ل 200 راجل من تحالف العدالة، يعني في لحظة واحدة عدد قوات التحالف قرب من 1000 جندي. والحقيقة الأكثر أهمية كمان هو إن إمبراطور القبضة هوانغ بوكوان هو كمان جه وانضم لفريق تحالف العدالة علشان يوحدوا قوتهم. وساعتها قائد التحالف شكر امبراطور القبضة قوي على مساعدته للتحالف، فبنشوفه بيقول له: انا حاسس بانه بانضمامك لينا كاننا كسبنا 1000 جندي، ولانه معروف ان امبراطور القبضة هونغ قوي جدا بيطلب منه القائد انه يمسك قيادة الجيوش الثلاثة. وبيكون مون عارف امبراطور القبضة وسمع عنه عن قوته لان هوانغ كان وصل للقمة في تقنية فنون القتال بقبضة اليد، وبيحس مون بكمية كبيرة من القوة منه. وبنشوف هوانغ بيبدأ يستفسر عن وضع المعركة، فبيرد على القائد وبيقول له إن الشياطين العشرة من عصابة الثور الأسود اخترقوا خط الدفاع في نانجينغ. من مدة صغيرة انضم ليهم قوات من منزل تشو نامغونج ومنزل الشفرة الحديدية وعملوا خط دفاع ورا نانغينغ. وفي رسالة كمان وصلت دلوقتي بأن محاربي الشيطان العشرة ظهروا هناك، فبيرد هوانغ وبيقول له عن محاربين الشياطين العشرة دول سريعين قوي، ودلوقتي بظهور مش هقدر احافظ على مساري، بس احنا مضطرين نواجههم. وبنرجع لمون اللي بيكون بتدور في دماغه افكار كتيرة عن المعركة وشكلها، فبنشوفه بيقول لنفسه: في فترة قصيرة امبراطور السيف وامبراطور القوة وامبراطور القبضة كمان كلهم بيتحركوا لمواجهة العاصفة الرملية، قد ايه المعركة دي هتكون كبيرة. وبيأمر رجاله في فوق سيف الرياح انهم لازم يسرعوا ويتبعوا قيادة امبراطور القبضة. بعد كده بنشوف المحاربين الشياطين العشرة وجنودهم وهم متوجهين للانضمام للمعركة، وبنشوف هونغ وهو بينادي في الجنود وبيشجعهم وبيقول لهم: جميع القوات استخدموا افضل التقنيات اللي عندكم وهاجموا اوغاد عصابة الثور الاسود. وبتستمر المعركة وشدتها بتزيد كمان اكتر، وخصوصا مع انضمام محاربين الشياطين العشرة. ومون بيبص للي بيحصل وبيقول لنفسه هو مستغرب: ايه ده؟
الفرق كبير بين القوتين، من ناحية محاربين الشيطان المشهورين بقوتهم التعاونية، وفي الناحية التانية هوانغ امبراطور القبضة ومعاه امبراطور القوة اللي بيكونوا مش قادرين يسيطروا على الوضع، ومحاربين العدو بيدفعوهم لورا للحافة. وفجأة بتظهر القوة الإضافية من تحالف العدالة، ووقتها بيقرر قائد محاربين الشيطان العشرة إنه يتراجع، وبيقول لجنوده ده الوقت اللي لازم نتراجع فيه. وساعتها جنود تحالف العدالة بيغضبوا وبيقولوا عليهم حمقى أو غاد، وبيكونوا عاوزين يطردوهم، بس هوانغ بيزعق فيهم وبيقول لهم توقفوا. وبيلاحظ ان حجم الاعداء اصغر من التقارير المتقدمة، ووقتها بيفهم ان في فخ، وبيقول لنفسه ده اكيد فخ او في خطة علشان يعملوا لنا كمين ويهاجمونا من ورا. وبيأمر رجاله انهم ما يطردوش محاربين الشيطان العشرة وهم بيفهموا هو قصده ايه. وبانسحاب محاربين العدو بيقول مون لنفسه وهو بيبص لامبراطور القبضة كده المعركة انتهت دلوقتي، بس مستوى المعارك دي مختلف تماما عن المستوى اللي وصلت له لحد دلوقتي. حتى امبراطور القبضة ما كانش قادر يقود المعركة للنصر بسهولة. وبعد كده بنشوف مون اللي بيروح لحواجز منزل الشفرة الحديدية، وبتستقبله يي بنت عم مون، وبتقول له انها كانت قلقانة عليه بعد وصلت لها رسالة عنه، وسألته هو عامل ايه، وهو قال لها انه بخير، وهو سألها هي عاملة ايه واذا كان في اي حد اتأذى ولا لأ. فبترد يي وبتقول له احنا حاسين بارتياح، خصوصا ان مفيش اصابات كبيرة، بس محاربو الشيطان ظهروا فجأة والعم بايك. وسكتت وهي زعلانة، وبيفهم مون من كلامها انه اتقتل، وبيقول له وهو متضايق قوي لا، بالرغم من اني معرفش غير وشه بس كنت دايما مبسوط بالابتسامات اللي ما بتسيبش وشه خالص، وازاي يجرؤوا الطفليات الاوغاد دول انهم يأذوا حد من افراد بيتي. وبعدها بتعتذر يي من مون لانها بيوصل لها رسالة بان في اجتماع دلوقتي، وبتقول له خلينا نكمل كلامنا بعدين. وبعد كده بنشوف مون وهو بيتحرك في المكان وعمال يبص حواليه، وبيفكر وبيقول لنفسه جيش بيت بايك صاحب الشفرة الحديدية بيقل عن 40% من مجموع القوات، بس أنا مش شايف أي حد من أعضاء كتيبة اللوتس البيضاء اللي مش بيتهزموا. وبعدها بيقول لنفسه يي عملت بالظبط كل اللي قلت لها عليه. وفي اللحظة دي بيجي واحد من الجنود وبيبلغ مون بإن في مهمة جديدة له، ومون بيستغرب وبيقول له مهمة، وبيروح يصحي كل محاربين فوق سيف الرياح وبيقول لهم عندنا مهمة استكشاف ليلية. وبيصحوا وهم متضايقين وبيقولوا له هو مفيش راحة، وبيكونوا لسه ما فاقوش، بس مون بيبدأ يكلمهم عن المهمة وبيقول لهم الأوغاد من عصابة الثور الأسود قاموا بتقسيم قواتهم علشان يتقدموا في السر على جميع الجبهات، وبالتالي هتستكشف كل وحدة 3 اتجاهات. فبيرد عليه واحد من المحاربين وبيقول له مجرد استكشاف، هو مش واضح ان المهمة دي فيها استخفاف بقدراتنا ولا ايه؟ وبتقول له هاي رامي وهي بتستخف هي كمان بالمهمة، من بين كل المهمات بنحصل على مهمة استكشاف بس. فبيرد مون وبيقول لهم على كل حال دي أوامر، والأوامر أوامر لازم يتبعوها، لازم ننقسم ل3 مجموعات علشان نستكشف كل الاتجاهات. وبيبدأ يقسمهم وكلهم بيكونوا رافضين انهم يروحوا مع رامي، وهنا مون بيقرر انه هو اللي هيروح مع رامي. وبيكمل مون تقسيم الباقي وبيقول بنغد شنهو وسوغان بيل وهان غان تشونغ هيروحوا مع بعض، وموبي ودانغ بوك وجو مو بايك هيروحوا في الاتجاه التاني. وبعدها بيبدأوا يتحركوا ومون واقف متابع وبيقول لحسن الحظ اننا مش شايفين اي اعداء، وان مفيش اي نشاط للعدو في المنطقة دي. وهنا مارا بتقول له ان طريق هروبهم مقفول وان الاعداء محاصرينهم من بعيد. فمون بيتفاجئ وبيقول لها بجد ازاي انا ما حسيتش باي حاجة حتى. وبيقول لنفسه طالما مارا شعرت بوجودهم اكيد هم شاطرين انه يتخفوا كده عن الانظار. ووقتها مون بيصحي رامي وبيقول لها ان العدو محاصرهم، وانه بيعتقد ان العدو حط استراتيجية علشان يقبض على وحدات الريكوز اللي خرجت من القاعدة. فبتقول له رامي وبعدين هنعمل ايه؟ فبيقول لها لازم نمشي ونروح للقاعدة، وبيبدأ يطلق إشارة الانسحاب. وهنا مارا بتنصحه وبتقول مش كويس انك تطلق إشارة الانسحاب علشان احنا متحاصرين وكده العدو هينتبه اننا عرفنا. فبيرد مون وبيقول لها كده كده هم محاصريننا وان اضطرنا هنقاتل على اي حال. وبيقول لرامي خليكي حذرة وما تناميش كل شوية. فبترد رامي وبتقول فعلا مش لازم انام. وفضلت تكرر الجملة علشان تفوق نفسها، ومرة واحدة بيظهر جنود العدو، ووقتها بيزعق مون وبيقول لجنوده هم جايين، وبيبدأوا يحاربوهم. وبنشوف رامي عمالة تقول لنفسها مين اللي قرر ده؟ ايه اللي هيحصل لو انا مش عايزة ده؟
كل ده وهي بتقاتل بكل قوة علشان تفوق نفسها، وفضلوا يحاربوا بشجاعة وقوة كبيرة لدرجة إن جنود عصابة الثور الأسود بيستغربوا من تصرفهم، وبيقولوا لبعض إن ده جنون، وإن مفيش إلا 3 منهم بس، إزاي بيقاتلوا بالقوة دي؟ وبنشوف واحد منهم وهو بيقول للقائد: سيدي ما تقلقش، وانتشو موغ وانغ من الأشباح ال24 هيوصل مع مجموعة من الجنود. وهنا مون بيتفاجئ وبيقول: تشو مون غوانغ، وافتكر انه واخد المركز الثالث في رتبة الاشباح ال24، وبيقول لنفسه ان ده امر خطير قوي. بمجرد ان مو بيسمع اسم تشو مو غوانغ بيحس بالخطر، وبيأمر رامي انها ترجع للقاعدة بسرعة وانها تبلغ عن اللي بيحصل معاهم، وبيقول لها: روح انتي وانا هفضل هنا علشان اوقف اللي بيطاردوهم. وهي بترد وبتقول له انها ما تقدرش تسيبه هو ومارا لوحدهم، فبيقول لها: ما تقلقيش بخصوصنا، احنا نتولى امرنا وهنتصرف، بس انتبهي انت لان ممكن حالة النوم الطويلة في الاوقات الغير مناسبة تعرضك لخطر كبير هي مش متخيلاها. وهي بتقول له انها فهمت كلامه وهتخلي بالها، وبيأمرها انها تمشي بسرعة، وبتقول له هي ماشية انه يخلي باله من نفسه ومن مارا. وبيقول لها مون: ماشي بس ما تتأخريش. وبيبدأ يواجه العدو وهو بيقول: اخيرا هقدر اجرب ده. مارا، هحاول اعمل اللي شفتك بتعمليه وتعلمته، انت موافقة ولا ايه؟ فهي بتوافق وهو بيقول لها: تمام يلا نعمل ده سوا. وفجأة بيختفوا، ومحاربين الشيطان ال10 بيتفاجئوا وبيفتكروا انهم مشيوا. وفي الوقت ده بيوصل السير تشو موغوانغ وبيقول لهم: ما تقلقوش، هما بيستخدموا الفنون القتالية، فخلوا بالكم علشان ما تنخدعوش. وبيضرب بسيفه ناحية مون وهو متخفي، والضربة بتخض مون، وبيحس مون ان السير تشو شافه، وبيظهر مون نفسه. والسير تشو بيكون متفاجئ ان مون لسه شاب مبتدئ وصغير في السن وقادر يعمل كده. وهنا مون بيغضب وبيقول له: انا سمعت كتير من الاشياء زي كده. وبيفاجئ تشو وبيوجه هو كمان ضربة بسيفه وهو بيقول لتشو: انا مش مبتدئ عادي. وفي الوقت ده مارا بتظهر من العدم وبتبدأ تقتل الجنود واحد ورا التاني بخفة لدرجة انهم بيفتكروا انها شبح. وبيأمر تشو رجاله انهم يحاصروها، وبيقول لهم: حصروا القاتلة. وبيقول لمون: هي دي فتاتك مش كده؟ انا هقطع راسك واوريك ازاي هتعدى على البنت دي. فبيتضايق مون من كلامه المستفز وبينفعل، وبيوجه لتشو ضربة قوية بغضب وبيقول له: شكرا انك اديتني سبب ممكن اقتلك علشانه. وبيقاتلوا بشجاعة ومن غير تردد، وبيحس تشو بقوة مون الكبيرة، وبيقول لنفسه وهو متفاجئ: حركات مون مش متوقعة خالص. فمون بيرد وبيقول له: حاجة حلوة اني اشوفك متشتت ومحتار، ايه رأيك في دي وفي دي بقى؟ مهارات سيف الحديدي اللي دمجتها مع مهارات مارا الفريدة. وبيفضل مون ومارا يوجهوا له الضربات الشرسة، وتشو بيقول لنفسه وهو متفاجئ: دي الهجمات جاية من كل مكان، انا ما كنتش متوقع ان في اشخاص اقوياء كده. وفي نفس الوقت ده مارا عمالة تقتل في جنود تشو وتطيح فيهم بقوة وسرعة كبيرة، وده كله وجنود تشو متفاجئين وعمالين بيقولوا الضربات بتيجي منين. وبيغضب تشو اكتر وبيقول: اللي بيحصل ده مش منطقي، وبيحاول انه يقتل مارا، بس مون بيمسكه جامد وبيقول له: مون لسه بدري، الوقت لسه ما جاش انك ترفع عينك عني، لسه المعركة بينا طويلة. ووقتها بيتفاجئ تشو من جراية مون، وبيوجه له مون ضربة قوية بسيفه، وبيطيح بتشو على الأرض ميت. وهنا بيقف مون بشموخ وبيقول لتشو وهو بيموت: أنا معرفش عدد الأشخاص اللي انتهكتهم طول الوقت ده، دلوقتي استرجع الألم ده كله واذهب إلى الجحيم. ولما بيشوف جنود العدو اللي بيحصل مع تشو بيجروا هم خايفين وهم بيقولوا: اللعنة، ده هزم السيد تشو، اهربوا. ووقتها مارا بتقف بفخر وبتقول لمون: المباراة اللي قمت بيها كانت كويسة جدا. فبيبتسم مون وبيقول لها: انت شفتي مبارزتي وانا بقاتل؟ وهنا بتقول مارا لنفسها عن مون: انا دايما بنظر لك يا مون لانك ممكن تتعرض للخطر في اي وقت. وبنشوف بعد كده مون وهو بيقول لها: في الحقيقة تشو كان راجل قوي جدا، بس انا قدرت اهزمه بسهولة وبضربة واحدة علشان انتي لفتت انتباهه. وهي بتسأله وبتقول له: هو فعلا ده اللي حصل؟ وبيقف مون يبص على الجثث وبيقول: في جثث كتيرة على الارض بغمضة عين. وبيستغرب من العدد الكبير للناس اللي ماتوا بالرغم من ان المعركة وقتها قصيرة. وبيقول لنفسه وهو متضايق: على الرغم من ان الناس دي تستحق الموت، الا ان كل مرة بشوف فيها جثث الناس اللي فقدوا ارواحهم على ايدي بحس ان صدري تقيل، كأني في حجر تقيل جدا عليه. وبغض النظر عن عدد المرات اللي بيشوف فيها كده، بس هو مش قادر يتعود على المنظر ده. وهنا مارا بتنادي عليه وبتسأله بيعمل ايه، فبيقول لها: مفيش حاجة، يلا نمشي. وبيطيروا.
وهو بيقول لنفسه أنا هعمل زي ما جدي قال لي، أنا لازم أتعايش مع فكرة إن قتل الأشرار مش خطيئة. وبيكمل وبيسأل نفسه بس ينفع يبقى سيف العدالة بعد كل الدم ده اللي شافه؟ فعلا مش عارف، ده أمر معقد. ولما بيرجع تاني بيسألوه وبيقولوا له إيه اللي حصل يا قائد فوق سيف الرياح؟ سمعنا إن العدو عمل فخ لفريق الاستطلاع. فبيرد وبيقول لهم أيوة، علشان كده احنا رجعنا للقاعدة بعد ما هزمناهم، بعد ما كانوا بيحاولوا يمنعوا الاستطلاع، بس ممكن عصابة الثور الأسود تستهدف خطوطهم بوحدات منفصلة. فبيرد لي تشونغ قائد إدارة الأمن في تحالف العدالة وبيقول له وهو مش مصدق مون انت تقصد انك قتلتهم كلهم حتى تشومغ وانغ قتلته؟ انت عايز نصدق ده؟ وضحك ضحكة سخرية. فمون بيرد عليه وبيقول له على الرغم من انه حصل بمساعدة من مارا الا ان كل اللي قلته صح. فبيرد لي تشونغ وبيقول له اكيد انت بعودتك حي من فخ العدو تستحق المدح، بس انت بتحاول ترفع سمعتك بخدع سخيفة. وهنا مون بيتضايق قوي وبيرد وبيقول له دي حاجة ترجع لك انك تصدق او لا، بس اللي لا يمكن اقبله انك توصفني بالمخادع. ووقتها لي تشونغ بيستمر في سخافته واستهزائه بمون وبيقول له ايه انت ما تقدرش تتحمل ده؟ هو ده الموقف اللي ممكن لمحارب من الجيل اللي جاي انه يظهره للقائد بتاعه يعني؟ وبيفضلوا يتخانقوا ويشدوا قصاد بعض بالكلام. فبنشوف مون بيرد عليه وبيقول له بالرغم من اني شاب بس انا حفيد امبراطور النخيل، انا في نفس رتبة معظم قادة البيت والطائفة. وبيرجع لي تشونغ وبيقول له بالرغم من انك في رتبة عالية الا انك لسه صغير مني، ودي حقيقة. احترام كبار السن من الاخلاق البدائية القديمة اللي لازم تحافظ عليها وتتمسك بيها في جميع الاوقات. فبيزعق مون وبيقول له بصوت عالي انت عايز نحترمك وانت بتقول كلام غلط؟ طب يعني ايه الفرق بين القادة اللي زيك والطغاة والدكتاتوريين اللي بيسمعوا للمحتالين زيك؟ وهنا لي تشونغ بيقول له ازاي تجرؤ انك تشتمني دلوقتي؟ وفي الوقت ده قرر مون انه هينهي المشكلة دي. فبنشوفه بيقول للي تشونغ خلينا نتوقف عن النقاش ده، خلينا نقول ان غلط، لو مش مصدقني لازم تروح للمكان اللي حاربت فيه وتتحقق من كل ده بنفسك، انا همشي دلوقتي. ودي يقول لي تشو عن مون انه واخده بس وهو كاتم غيظه. وبعد كده بنشوف مون وهو بيقول لنفسه ازاي مفيش حاجه بتتغير؟ قائد إدارة الأمن لي تشو ما كانش هيقدر يتكلم بالطريقة دي لو جدي كان موجود. وهنا بنشوف مون وهو بيتمنى لو كان في ناس طيبة كتيرة زي جده، لكن وقتها العالم مختلف تماما عن اللي عليه دلوقتي. وبيغمض عينه وبيقول لنفسه وكأنه بيكلم روح جده وبيقول يا جدي بيت بايك منزل الشفرة الحديدية في خطر دلوقتي، انت فين؟ وبيفتكر معركة من معارك جده لما لقى جده طفلة بتعيط فرح لها وطمنها وقال انا معاكي هنا علشان اساعدك، وطلب منها انها ما تعيطش. وساعتها البنت اعتذرت من الجد على عياطها، فرد جد مون وقال لها وهو بيضحك مفيش حاجة، اكيد انت عملت اللي مطلوب منك، في 900 او 1000 مقاتل محوطينها. فكملت عياط وقالت له انت كنت عارف بس انت على طول بتيجي علشان تنقذني. فرد جد مون وقال لها ايوه علشان كده ما تعيطيش، وان مهما يحصل هيحميها وهيبعد عنها اي اذى. ووقتها جد مون فكر وقال ممكن يكون الرجال دول بتحس بنفس الذنب اللي بحس بيه لما بيتعلق الامر ببنتي، وانه بالتاكيد هيندم اي واحد فيهم انه يستخدم بنت صغيره بريئه كطعم، وكان قصده من ده انهم مش هيهجموا عليه كلهم وهو شايلها. وهنا جد مون شال البنت على ايده وبدا يقاتل وقال لهم تعالوا، وبدأ يضرب فيهم من كل اتجاه ضربات مختلفة لحد ما قضى على جزء منهم. وهنا قال للبنت كده ما بقاش فيه إلا 900، واستمر في القتال بشجاعة وقوة رهيبة بقبضة إيد واحدة وهو شايل البنت على دراعه التانية. ووقتها القتلة استغربوا من تصرفه وقال قائدهم ليه أساليبكم مش شغالة ضده، اهجموا عليه كلكم. والبنت لما شافت هجومهم كلهم على جد مون طلبت منه انه ينزلها على الارض، وقالت له انه في نهاية المطاف هيتقتل لو فضل شايلها. فجد مون لما سمعها بتقول كده ابتسم وقال لها حتى في موقف بيهدد حياتنا انت خايفة عليا، ومدحها وقال لها انها طفلة كويسة وطلب منها ما تقلقش، وانه مش ممكن يخاف من المخلوقات دي وانها اسوأ من انها مجرد وحوش. واستمر في قتال معاهم وفضل يضرب فيهم ويهجم عليهم واحد ورا التاني لحد ما فجأة البنت بتبص لقت ما عادش حد واندهشت. فجد مون قال لها ان دلوقتي الامر انتهى وانه خلاص قضى عليهم كلهم. فردت وقالت له باعجاب انه ممكن يكون نزل من السماء علشان يعاقب الشر، وسألته وقالت له يا ترى انت سماوي؟ فجد مون ابتسم وقال لها سماوي؟ انا سماوي، انا مجرد اب لابنه لطيفه مثلك.
فبتشكره وقالت له شكرا بجد انك انقذتني. وهنا جد مون قال لها ما تقلقيش، وسألها هي ساكنة فين علشان يروحها. فعيطت بشدة وقالت له ان المكان اللي بتعيش فيه كل حاجة فيه اتحرقت وان كله اتدمر، جيرانها وعائلتها كلهم اتقتلوا. فقال لها انه فهم وانه هياخدها لمكان امن، وبيقول لها كده وهو غضبان وبيضغط على ايده، وبيقول لنفسه انه شايف حركات تمرد في كل مكان، وان ارتكاب كل الجرائم دي والبؤس ده علشان يعيقوه، وانه مش هيسامح موشون. وبنرجع تاني لوقتنا ده، فبنشوف في الوقت اللي مون بيفكر فيه كل الذكريات دي لجده، قوات التحالف كانوا بيتحركوا للمكان اللي قال لهم عليه مون علشان يتأكدوا من حقيقة كلامه للي تشونغ. ولما بيوصلوا للمكان بيقولوا لنفسهم ان كل اللي قاله مون شكله صح، وان فعلا الشاب ده اتعامل مع تشوموغ وانغ وهزمه لوحده. وبيقولوا لبعض احنا غلطنا في تقدير مون وارتكبنا خطأ كبير. وهنا لي تشونغ بيعرف انه كان غلط. وبعد كام يوم بنشوف تجمع قوات التحالف، وبتكون جيوش تحالف العدالة الثلاثة متنظمة تنظيم كامل بقيادة امبراطور القبضة سونغ. ودلوقتي تحالف العدالة بيكون متساوي في القوة مع خصومهم من عصابة الثور الأسود وحلفائها. ده كمان بوجود امبراطور القبضة بيكون متوقع ان تحالف العدالة هيكون هو المستفيد الاكبر على المستوى البعيد. اما بخصوص مون فبيكون شغله مع ادارة الامن، وبيكون مون متضايق قوي انه موجود مع لي تشونغ في نفس المكان. حتى بنشوف مون وهو بيقول لرجاله في فوكس في الرياح عن لي تشو انه افضل مثال للراجل المتعالي، وبيضحك الكل وبيقول له واحد من رجاله اكيد انت بتكره تشوفه. وبنعرف ان بعد ما مون ساب لي تشو بيومين، لي تشونغ ورجالته قاموا بمطاردة الاعداء. بس كان من ضمن الجيش المنفصل لعصابة الثور الأسود 2 من محاربي الشيطان ال10، بس لي تشونغ ما قدرش يهزمهم ورجع بعد معركة قاسية. وحست القوى المنفصلة لعصابة الثور الأسود بالقلق من هزيمتهم مرة ورا التانية، علشان كده كل المجموعات الأربعة المنفصلة اتجمعوا علشان يعملوا مجموعتين. ومع اقتراب القوات المنفصلة لعصابة الثور الأسود استدعى لي تشونغ قادة الأفواج علشان يديهم الأوامر ويعرفهم هيعملوا إيه. ولما اجتمع بيهم قال لهم ان جوهر العملية كلها ان الرجالة المتخصصة في خطوات الطيران هيشكلوا مجموعة وهيسلكوا الطريق الالتفافي علشان يعوقوا جبهة العدو، والباقي هيهاجم ظهورهم. وكان ليه قائد فوكس في الرياح، فبنشوفه بيعلق على كلام لي تشونغ وبيقول ان اهم حاجة في الحالة دي ان القوات الامامية والخلفية لازم يشتبكوا في نفس الوقت. فبيرد لي تشونغ بغضب وبيقول له انه عارف ده، وبيكمل وبيقول للقادة لو ما اشتبكتوش في نفس الوقت المجموعتين هيتهزموا واحدة ورا التانية وهيعانوا من خسارة كبيرة. فبيرجع مون وبيقطعه وبيقول ان هو ورجالته من فوكس في الرياح اللي عندهم متوسط عالي من مهارات الفنون القتالية ممكن يلعبوا دور في تنسيق وقت الاشتباك بين القوات الامامية والخلفية. وهنا بيعلق لي تشونغ باستهزاء وبيقول لمون انه عمره ما سمع عن ان رجال فوكس في الرياح عندها مهارات في الفنون القتالية اعلى من الباقي، وبيعتبر فوكس في الرياح الاضعف بين سيوف العدل السماوية ال5. وحتى لو كان زي ما بتقول ليه انت ورجالتك تتولى المهمة الاسهل؟ لو كنتم انتم الاقوى يبقى لازم تاخدوا القيادة في المقدمة. ووقتها مون بيعلق باستغراب وبيقول له مهمة سهلة؟ انت شكلك مش فاهم انا ناوي على ايه. فبيرد لي تشونغ وبيقول له بما انك قوي بما فيه الكفاية هتهزم عدد كبير من قوات عصابة الثور الاسود وهتنضم لينا انا ورجالتي علشان نعيق جبهة العدو. وهنا بيغضب مون قوي وبيقول له انت بتقول ايه؟ وبعدين بيهدي نفسه وبيقول لنفسه خليك صبور لازم تتحمل. وبيرجع يرد عليه وبيقول له تمام هتبع الأوامر. فبيرد لي تشونغ وبيقول العملية هتبدأ كمان شوية علشان كده لازم الكل يستعد بدقة. وبيمشي مون وهو غضبان وعمال يقول لنفسه العجوز اللعين. وبعد كده بيروح يجهز سيفه استعدادا للمعركة. فبتدخل مار عليه وفي ايديها سلاح بتطلب منه ان يصلحه ليها. ولما بيشوفه مون بيستغرب وبيقول لها مش السلاح ده اللي كان دان غيوك شايله؟ يعني انت اللي اخدتيه؟ ده كان بيدور عليه في كل حتة. فبتقول له مارا شش ده سر. وبيكون مون متفاجئ من تصرفها ده. يا ترى ليه سلاح دان غيوك مع مارا وليه هي خدته واخفت ده وقالت لمون انه سر؟ ويا ترى ايه اللي ممكن يحصل في المعركة بين تحالف العدالة وحلفائها وعصابة الثور الاسود وحلفائها، وازاي ممكن تنتهي؟ وهل هيكون في نهاية للصراع اللي بين لي تشونغ ومون ولا لا؟
هنعرف ده واكتر مع بعض الاحداث اللي جاية. فيا ريت بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس، ويا ريت كمان تقدر تعابي وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك. بس كده يا صاحبي، اشوفك على خير ويلا نقول سلام.